السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هذه القصة من القصص المؤلمة والتي تدور في مجتمعاتنا العربية بكثرة، منها ما يختفي، ومنها ما يظهر إلى العلن، ومنها ما يفتضح، ومنها ما يكون خزين القبور. نبدأ هذه الحكاية اليوم حيث كانت هناك عائلة مؤلفة من أم وشاب وشابة. الشابة تزوجت وبقي الشاب الذي تخرج من الهندسة. هذا الشاب يحب أمه كثيرا وموجود هو وأمه في البيت. بدأت أمه تبحث له عن بنت الحلال، تبحث له عن العروس، تبحث له عن الإنسان اللي تودها وتحبها وتحفظ كبرتها، وتبحث له عن الإنسان اللي تسعد ابنها. بدأت تبحث هذه كما عاداتنا وتقاليدنا في كثير، كل ما وصفت لها ابنة، كل ما وصفت لها فتاة، كل ما وصفت لها صبية تذهب وحتى تشوف هذه الفتاة. أعجبتها شابة وأخبرت ابنها وراح شافها، وطبعا وافقوا على الخطوبة لأن أهل البنت وافقوا على الشاب بعد السؤال عليه. الأم من العائلات المترفة ولديها الكثير من المال، قد تورثت عن أهلها الأراضي الكثيرة، وهي الوريثة الوحيدة لأنها وحيدة لأهلها. هذا الشاب لطيف جدا ويعمل في شركة كبيرة لها مشاريع في المحافظات كثيرة وأيضا خارج القطر. تزوج، وبعد الزواج بفترة كان هذا الشاب يبدأ في سفر، يغيب أسبوع، يغيب 10 أيام، يغيب أحيانا شهر، حسب البلد وحسب المكان اللي رايح عليه. الزوجة تعامل الأم من ألطف وأجمل المعاملات، ولم تشتكي الأم يوما من هذه الزوجة، كانت حبيبة لها وربيبة لها. طبعا هذه الأم مصابة بمرض القلب والسكر والضغط، وزوجة الابن ترعاها، وكل فترة بتراجع طبيبها وتشوف العيارات، الضغط والسكر إلى آخره. سافر هذا الشاب خارج القطر، وبعد سفره بأسبوع تتصل به زوجته وتقول له وضع أمك حرج وأنا نقلتها إلى المستشفى. وين أختي؟ خبرتي أختي؟ قال ما خبرت حدا، الوضع ما بيحتمل. هذا الشاب أخبر أخته وقالت له ليش ما خبرتني وكيف هيك وشو اللي جرى، وأخته ما بها شيء قوية ووضعها مو سهل. اتصلت بقريب لها طبيب وذهبت إلى المشفى، مشفى خاص، وتابعت معه. وصلت إلى المشفى، وبعد وجودها بالمشفى بحوالي ساعة يخرج الطبيب ويقول العمر لكم قد توفت الحج. هذه الابنة لم تقبل ولم تتقبل من الطبيب ما قاله، كيف حصل وكيف جرى وكيف هيك. امبارح كان ما فيها شيء، اول امبارح ما كان في شيء، انا تواصلت معها، انا حكيت معها، وضعها طبيعي جدا جدا. طبعا الصدمة كانت قوية على البنت، وبلشت تحكي كتير وقليل. قالت للطبيب حاسة في شيء مو طبيعي. شو سبب الوفاة؟ بدأ الطبيب بيسأل زملائه الأطباء، وقالوا له عن في تداخل دوائي أو خطأ دوائي عم بصير، يعني صار مع الحالة أدى إلى الغيبوبة، وتوفت هي بعد الغيبوبة. طبعا ما قالت لها الكني إنه هلا صار جايبتها يعني أكثر من يوم على المستشفى، ولا قالت لزوجها، قالت له نقلتها هلا. هذه الابنة صدمت جدا، اتصلت بأخوها، قالت له راحت الحنونة، راحت ابنها اللي كانت ترعانا وتلمنا، وأنا قلبي مو مطمن من ناحية زوجتك، أنا حاسس إنه في شيء. طولي بالك وحدة الله بتعاملها مثل أمها. قالت له ماني مطمنة أبدا، معي الطبيب عم بيقول القصة المرضية اللي سردتها زوجتك المسعفة للأطباء ما بتتوافق مع الحالة اللي هي موجودة فيها، والدواء المذكور ما بيسبب هيك صدمة الموجودة فيها، أنا شاكة بشيء. طلبت منه إنه هي بدها تعرف سبب الوفاة. قال لها تصرفي وأنا معك، أنا بكرة بكون واصل على البلد. طبعا
استشارت الطبيب اللي هو قريبها وقالها إذا ما كبرت ما بتصغر، لازم ندعي نحن على المشفى وندعي انه في خطأ طبي وندعي نشربك الامور حتى ينفتح تحقيق ونطلب لجنة طبية حيادية ثلاثية حتى نعرف سبب الوفاة. بالفعل تم هذا الشيء باستعجال، وتوافق من القضاء على تشكيل لجنة للتحقيق بالأمر باختصاص الوزير المختص والناس اللي هي عبر القانون بيكون فيها، وشكلت اللجنة من ذوي الخبرة. هذه اللجنة تقوم بعملها، وكان التقرير صادم بأن هناك جرعات زائدة من الأدوية وهناك اختلاط في الأدوية أدت إلى هذه الصدمة وإلى الغيبوبة ومن ثم إلى الوفاة. طبعا البنت قلبها حاسسها وقلبها دليلها وحست في شيء مو طبيعي، لأن أمها كانت تقلها أحيانا بأنه مرت أخوك بس ما يكون أخوك موجود بحس معاملتها مختلفة، يكون عم تحكي على التليفون لما بتشوفني بتسكت بتصمت، ما يعني حاسة في شيء ما طبيعي موجود. وكل ما بقلها بدكم خلفة بتقلها ايه بكير حماتي بدنا وقت حتى ناخذ حريتنا وناخذ راحتنا وخلينا مبسوطين والى اخره. كانت فعلى ما يبدو كانت الام تحكي للبنت او تشتكي للبنت وما كانت تقول لابنها ابدا مشان يبقى ابنها سعيد في حياته. بعد صدور هذا التقرير تقرر هذه الفتاة باتصال باخوها وتقول له انه في شيء مو طبيعي، وطبعا اخوها قال لها يعني انا صرت واصل البلد وحنشوف شو حيصير. بيجي أخوها وبيطلعوا على التقرير ولا تزال أمه بالمشفى، وبياخذ موافقة للدفن، بيقول له طول بالك حتى نشوف القضاء شو حيصير، لأنه ممكن يطلبوا تقرير لجنة تانية. توكلوا على الله، ولكن كل شيء عم بيصير على وجه السرعة. الأطباء بيقرروا بأنه الدواء اللي موجود اللي هو مذكور بالقصة المرضية ما بسبب هاي الحاجات، وبصير يفتح تحقيق عن طريق الشرطة والجنائية ويتوجهوا إلى البيت، ومن خلال البحث بيجدوا بقايا علب أدوية موجودة بسلة المهملات، وفي شيء لسه موجود على الطاولة مو مذكور لا بقصة مرضية ولا براشتات، وبيجيبوه بيسلموه للجهات المختصة طبيا وبيقولوا ربما هذا الشيء، لكن بعض التحاليل تثبت ما موجود ببقايا في معدة هذه الحاجة رحمها الله مطابقة لبعض الأدوية الموجودة اللي سببت تداخل دوائي أو تسمم الدوائي أو إلى آخره. طبيا لا أعرف في هذه الحالة. تدعي الابنة ويدعي الابن على الزوجة، ويبدأ التحقيق معها بشكل وسيع من جبتي. نكرت وجود هذه الأدوية ونكرت معرفتها بهذه الأدوية ونكرت ولا تعرف مين جابها. مين بيجي عندها؟ قالت له ما في حدا إلا أنا وزوجي موجودة، وأحيانا تجي بنتها. مين بيعطيها الدواء؟ أنا بعطيها الدواء أو هي بتاخذ لحالها الدواء. طبعا العلب الأدوية الموجودة عليها باركود وعليها مستودع الأدوية وعليها مكان الأدوية، فعرفوا هاي الأدوية لأي صيدلية مباعة. والصدمة كانت بأنه الدواء مباع إلى صيدلية تملكها أخت هذه الزوجة وهي صيدلانية. يلقى القبض على الصيدلانية وابدأ مع التحقيق، وتقول بأنني كنت أبيع هذا الدواء لأختي، وأحيانا كانت تطلب مني أدوية مخدرة من أجل حماتها، لأن حماتها مصابة بأرق وبتكون تعبانة وما بتنام كتير، فبتضطر تأخذها أدوية مخدرة حتى تعطيها مسكنة لحتى تنام. كيف كنت تعطيها بدون وصفة؟ تقول أختي وأنا أمنت عليها. بتعرفي انه اختك حصل تسمم او حصل تداخل دوائي ادى لوفاة الحجة. بدأت تنكر الصيدلية، حاولت تخلص منها وتمت المواجهة مع اختها. فاختها اول شيء نكرت، بعدين اعترفت بانه هي ارادت ان تتخلص من حماتها من اجل ان يتورث زوجها المال وياخذ نصيبه الكبير من الاراضي والعقارات الموجودة، وحتى تعيش ليومين ظراف كما وصفت وكما ذكر في ضبط الشرطة. هون الزوج بيتحقق معه وبيسأل، بيقول أنا بحياتي ما شفت زوجتي عاملت أمي معاملة سيئة، وأنا مستغرب من الكلام اللي عم بصير ومستغرب من الحكي، ولكن الذي حصل هو أمر الله، وأنا أتحمد الله اللي ما جبت أولاد من هذه الامرأة. طبعا
أحيلوا إلى القضاء واعترفت أمام القضاء بما نسب إليها هي وأختها، ونالوا جزاءهم العادل في القضاء. توفيت الحاجة رحمه الله وهذا أجلها، لكل أجل كتاب. العبرة من هذه القصة يا أخواني، لا تستعجل على رزقك، ولا تظلمن لا كبير ولا صغير. بعدين قتل النفس تعتقدي بأنها سهلة؟ تعتقدي بأنك لم تقتلي إذا أعطيتي دواء وبعدين صار اختلاط وبعدين صار أمراض أدت إلى الوفاة؟ لا تعتقدي هذا الشيء. طيب، وأنت أيها الزوج تعرف أمك مريضة، وإن كانت زوجتك على علاقة جيدة بها، على الأقل لما تسافر يا أخي خبر أختك شو راح تشاركك بالمهمة اللي راح تقبضها. وأنت يا سيدة عم تتواصلي مع أمك من بعيد لبعيد، أو عندك شغل وأخوك غايب، طبعا معك حق لأنك أنت ما بتعرفين أنه أخوك غايب، ولولا وجودك وتصريحك أنك أنت لازم تعملي ادعاء وتحقيق واتصالك بالطبيب ووعيك لما كشفت هذه الجريمة. والعبرة بأن لا جريمة كاملة أبدا. أسأل الله الرحمة لتلك الحاجة رحمها الله، عوضها الله الجنة، ورحم الله أمواتكم أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.